الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. حياكم الله. هذه الرؤيا جاءتني في البث المباشر وتم تعبيرها بالفعل في البث، لكن البث مفيش فيه وقت، مفيش فيه متسع للشرح والتفصيل، واللي متأكدة ان صاحبة الرؤيا لم تقتنع بالتعبير بنسبة 100%، وده طبيعي لان الرؤيا رموزها صعبة، رموزها عجيبة وغريبة، والتعبير بالنسبة للرؤيا غير متوقع، فلذلك أشرحها اليوم إن شاء الله، أشرح تعبيرها بالدليل. تقول الرائية: رأيت شهيد اسمه عبد العزيز يحرس خيمة بيضاء، فأشار إلي أن أدخلها، فدخلت إليها فوجدت كرسي مجاور له طاولة قصيرة وصغيرة، فجلست على الكرسي فرأيت رأس رجل ضخم، فبدأ الرأس بالشهيق والزفير، فأخذت سيف معلق على خصر جهة اليمين فطعنته بين عينيه فمات، وانتهت الرؤيا. في البث المباشر طرحت عليها سؤال: هل تعاني من الفقر المادي أو ضيق الحال المادي؟ كانت الإجابة منها نعم، فقلت لها تعبير الرؤيا أنك تعاني من الفقر المادي، ولكن إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وجعلت الآخرة هي همك سيغنيك الله سبحانه من فضله وينتهي فقرك وتكوني ذات ثروة. كيف تم تعبير هذه الرؤيا؟ الرجل الذي اسمه عبد العزيز، العزيز هو الله جل وعلا، هو رمز إلى الله جل وعلا، يحمي الخيمة أو يحرس الخيمة، الخيمة ترمز إلى الدنيا، وسأبين إن شاء الله هذا بالدليل. يحمي الخيمة. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. الخيمة تعبيرها في هذا الزمان وهذا العصر بالتحديد تدل على الدنيا لأنها ليست دائمة، لا تنصب إلا في الظروف لعابر السبيل أو الأغراب، تنصب بشكل مؤقت وليس دائم، وهذا هو حال الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بعكس تعبيرها في العصور السابقة سيكون تعبيرها مختلف، لأنهم كانوا يتخذوها بيوت وكانت تنصب على زمانهم بشكل دائم ومستمر. وأشار إليها أن تدخل إلى الخيمة، إشارة من الله جل وعلا لها برسالة في هذه الرؤيا، لعل الله أرسلها إلي بالرؤيا لأكون سبب في أن تصل إليها الرسالة ويصل إليها مراد الله جل وعلا من هذه الرؤيا. جلست على كرسي نصيبها ومكانتها في هذه الدنيا، إلى جواره طاولة قصيرة وصغيرة. الطاولة بمعنى الطائل، الطائل له معاني كثيرة، كل معانيه تدور حول الغنى، السعة، الفائدة، المنة، كما نقول شيء لا طائل منه، يعني لا فائدة ولا منفعة منه. والمعنى هنا هو أن نصيبها من الغنى قليل وصغير. عليها رأس رجل ضخم، هذا الرجل يرمز إلى الفقر، كما في المقولة المشهورة يقال أن قائلها عمر بن الخطاب، ويقال أن قائلها علي بن أبي طالب، والله أعلم بالصواب. المقولة التي تقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وبدأ بالشهيق والزفير. الشهيق والزفير لا يصدر من الإنسان إلا عند ضيق الحال، فهذا يرمز إلى الأوقات العصيبة أو أوقات الشدة والاحتياج التي مرت بها الرؤيا أو ستمر بها. كذلك كما وصف الله جل وعلا أهل النار والعياذ بالله من النار أن لهم في النار شهيقا وزفيرا. قصدي ليس له علاقة بالنار ولا أهل النار، ولكن المقصود أن الشهيق والزفير لا يكون إلا في الضيق والشدة. طعنته بين عينيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ثم أخذت السيف ضربته بين عينيه. لهذا الجزء بالتحديد قلت لها التعبير بأسلوب الشرط: إذا وفقت لتكون الآخرة هي همك سيغنيك الله وتصبحي ذات ثروة، لأن السيف هنا يرمز إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الأخذ بسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. كما في القصيدة المشهورة لكعب بن زهير وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقوله: مهند من سيوف الله مسنون. وكان السيف على خصرها موضع الحزام، موضع ما نتقوى به ونشد به أزرنا ونشد به أمرنا، ولا شيء نتقوى به في هذه الدنيا كسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وقوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت ورزقي تحت رمحي. يعني المقصود أن كل هذه الرؤيا تدور حول هذا المعنى وهذا التعبير، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.